لو عندك ربع فرخه هتعملي غدا يكفي البيت كله. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده معايا صدر فرخه، هبدا اقطعه كده شرايح بالطول. طبعا هنا هنشيل اي جلد زايد فيه خالص زي ما انتم شايفين كده، هنضفه كويس بالسكينه، وطبعا غسلته كده بدقيق وملح وليمون عشان لو في اي زفاره تتجنبي اي زفاره. وبعد ما بقطعه برجع اغسله برده تاني، يعني بديله شطفه كده بنص ليمونه وشويه من الملح. خلاص كده قطعته شرايح بالطول زي ما انتم شايفين، وبعد كده هعمله مكعبات. اعملي المكعبات بقى بتاعته عاملاها كده صغيره، ما تكونش صغيره او ما تكونش كبيره او زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا هنعمل به مكرونه نجرسكو، طبعا زي ما قلت لك هتعملي بيه غدا يكفي البيت كله. هنعمل بيه صينيه مكرونه، طبعا هتكون كبيره مش صغيره، وزي ما قلت لك هتكفي معاكي غدا. قطعته كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وبعد كده هديله شطفه على السريع وهيسيبه صف الميه بتاعته وهبدا اشتغل بيه. خلاص كده تمام. رحت كده على النار، خدت شويه من الزيت ونزلت ببصلايه وسط كده، يعني بصلايه متوسطه، اديت لها كده تشويحه. وبعد كده هنزل بقطع الفراخ. طبعا انا غسلتها زي ما قلت لكم، وطبعا لازم تحطيها على نار عاليه علشان ما تنزلش اي ميه فيها. وبدات كده اقلبها، ادي لها كده تشويحتين، وبعد كده هنزل عليها بالبهارات. معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ونص معلقه صغيره من السبع بهارات وملح. طبعا هنا مش هكتر الملح لان هحط شرايح من الزيتون فهيحدق برده معانا، فما كترتش الملح. بعد ما اشوحها هنزل عليها كده بفلفل، لو عندك فلفل الوان انزلي بقى بفلفل الوان. انا كان عندي فلفل اخضر فقطعت كده قرن من الفلفل ونزلت زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لكن لو عندك فلفل الوان بقى حطي فلفل الوان. مجرد ما نزلت بالفلفل هديله كده تشويحه وهنزل بشرايح الزيتون. ومجرد ما انزل بشرايح الزيتون هطفي النار على طول. خلاص هي كده تمام. القطع الفراخ بتستوي معانا بسرعه، ما بتاخدش معاكي وقت خالص زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بعد كده حطيت ميه على النار، خدت فيها كده شويه من الملح وهنسلق فيها المكرونه. مجرد ما الميه بتغلي هنزل بالمكرونه. هنا بقى انا نزلت بكيس ونص من المكرونه، يعني كيس ويمكن الشويه التانيين اقل من نص الكيس كمان. هنا هسلق المكرونه سوا كامل، لازم تسلقيها سوا كامل لان احنا بندخلها الفرن تتشمع بس. خلاص كده تمام. هصفي بقى عن المكرونه وهعمل البشاميل. خدت كده 4 معالق من الزيت، ممكن تحطي زبده، ممكن تحطي سمنه، اي ماده دهنيه انت عايزاها. وبعد كده نزلت ب4 معالق من الدقيق، هبدا اشوح الدقيق كده لحد ما يغير اللون بتاعه ويطلع الرطوبه اللي فيه. بعد كده هنزل عليه بكيلو من الحليب. احنا هنا مش بنحمر الدقيق، بنديله بس تشويحه. خلاص كده تمام. نزلت بكيلو من الحليب، وطبعا النار هنا كانت نار وسط مش عاليه قوي. هنزل عليه بقى بشويه من الفلفل الاسمر وشويه من الملح، وهبدا اقلبه كويس. احنا هنا عايزين البشاميل ما يكونش جامد قوي، يكون سايب كده معانا عشان النجرسكو بيختلف عن المكرونه البشاميل. قلبت كده كويس، ومجرد ما تغلي هتبدا القوام بتاعها يتقل معانا كده شويه، هروح طافيه على النار. شايفين كل ما بتسخن معايا اول ما غلت خالص يا دوبك بدات تغلي رحت طافيه على النار. شايفين القوام؟ احنا هنا عايزين القوام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنا بقى كانت المكرونه اتسلقت، خدت عليها شويه من البشاميل وهبدا اقلبها كده كويس. هنا بقى ممكن تعمليها في طواجن صغيره، ممكن تعملي في طاجن فخار، في طاجن بايركس، في صينيه، يعني زي ما انت عايزه. خلاص انا قلبتها كده كويس. بعد كده جبت الصينيه اللي هعمل فيها المكرونه، خدت برضو فيها شويه من البشاميل تحت كده. وبعد كده هنزل بنص كميه المكرونه. هنا بقى ممكن تقلبي الحشوه في قلب المكرونه كلها، وممكن تعمليها زي ما احنا بنعملها بالطريقه دي، هتحطي نص المكرونه وتحطي الحشوه في النص، يعني زي ما انت عايزه. انا بفضل ان انا احط الحشوه كده في النص، وممكن ساعات برضو بعملها ان انا بقلب الحشوه في المكرونه كلها واروح حطها في الصينيه وحط عليها البشاميل. هنا حطيت هنا حطيت الحشوه كلها وخدت نص كميه المكرونه. الحشوه ما شاء الله كانت كتيره وعملت معايا الصينيه. وهبدا اخد باقي كميه المكرونه. خدت كده شويه كمان من البشاميل، وهنزل بباقي كميه المكرونه. وهنزل على بقى بكميه البشاميل. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده.
هنا حطيت البشاميل كله، بعد كده خدت رشه كده من الجبنه الموتزاريلا، ولو مش حابه تحطي جبنه برده ما تحطيش، مفيش مشكله يعني، برده البشاميل هياخد معاكي لون وهيكون جميل. هدخله الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص. كل حاجه طبعا مستويه معانا، يا دوبك بس بتتشمع وبتاخد اللون. لو الفرن بتاعك فيه مروحه شغلي المروحه، هتلاقيها خدت لون حلو قوي. لو ما خدتش لون معاكي شغلي الشوايه كده لمده 5 دقايق، هتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كانت جوسي جدا، وكانت البشاميل بتاعها زي ما انتوا شايفين سايح. دي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.